لك ازاي في 5 خطوات بس قدرت اوصل لكل الفايلز اللي على تليفون صاحبي. في الفيديو ده انا هقول لك ايه ال5 خطوات الاساسيه اللي بعملهم عشان اقدر ان انا اخش على اي جهاز ايا كان ايه هو. تعال افهمك الموضوع بالظبط عشان ما اكونش بضحك عليك. احنا عشان نعمل هاك لاي سيستم في الدنيا بنعدي على 5 مراحل. ايه هم بقى ال5 مراحل دي؟ اول مرحله الريكونسنس او الانفورميشن جاذرنج، وهي المرحله دي اللي انا بجمع فيها كل المعلومات اللي انا اقدر اوصل لها عن السيستم ده. وبعد كده بنروح للمرحله الثانيه وهي مرحله السكاننج، وفي المرحله دي انا بعمل سكان للسيستم بشكل كامل بحيث ان انا اشوف كل المعلومات اللي معايا دي اقدر اوصل منها لايه، وهل السيستم ده فيه اي مداخل ومخارج انا ما كنتش عارفها ولا لا. وبعد ما نخلص مرحله السكاننج بنروح للمرحله اللي كلنا بنحبها وهي مرحله الاكسبلويتيشن او الجيننج اكسس. في المرحله دي انا ببدا ان انا اخد اكسس على السيستم عشان اقدر اوصل لكل حاجه انا محتاجها على السيستم. وبعد كده نروح للمرحله الاهم وهي المينتيننج اكسس، وهو ان انا ازاي اقدر اثبت وصولي جوه السيستم ده بحيث ان انا لما احب اخش تاني في اي وقت اقدر اخش بكل سهوله. وبعد كده نيجي للمرحله الاخيره والاهم وهي مرحله الكفرنج تراكس، وهو ان انا ازاي ما اخليش اي حد يقدر يعمل لي تراكنج ويوصل لي بعد ما عملت عمليه الاتاك دي. وكده بكل بساطه قدرت اقول